السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الثاني الثانوي، أهلا بكم النهاردة في حل الهوم ورك الخامس، ثالث درس عندنا في شابتر 2 اللي اتكلمنا فيه عن الكريتيكال انجل توتال انترنال ريفليكشن. تعالى مع بعض نشوف كده الأسئلة عندنا كانت بتقول إيه. كان أول سؤال عندي بيقول لي in the opposite figure a light ray falls on a semicircular glass disk whose absolute refractive index 1.5. وزي ما اتعودنا أول ما ألاقي الريفراكتيف اندكس بتاعي أهم حاجة أحسبها الكريتيكال انجل، وقلنا ساين الكريتيكال انجل ايكوالز 1 اوفر ان، يعني 1 اوفر 1.5. ففي الحاله دي كده ان الكريتيكال انجل بتاعت الجلاس ماتيريال بتاعتي 41.8. فبيقول لي trace the path of light ray if لو الفاي او الانجل اللي موجوده عندي في الرسمه دي بيساوي 60 او الفاي ايكوالز 45. بس خلي بالي الفاي هي مش انجل اوف انسيدنس، انا عايز الانجل اوف انسيدنس الناحيه دي، وده طبعا زي ما احنا عارفين نورمال اللي انا رسمته دوت، يعني الانجل اوف انسيدنس قصده الناحيه دي هتبقى 45. الانجل اوف انسيدنس الناحيه دي طالما دي 60 يبقى الانجل اوف انسيدنس ايكوالز 30. فطالما الانجل اوف انسيدنس ايكوال 30 اقل من الكريتيكال انجل، يبقى في الحاله دي هيعمل ريفراكت عادي. ادي الانجل اوف انسيدنس 30 فيعمل ريفراكت، واقدر احسب فعلا الانجل اوف ريفراكشن او الثيتا بتاعتي عن طريق ان انا اجيبها من ريفراكتيف اندكس ان ايكوالز ساين الانجل اللي في الهواء اللي هي الثيتا ديفايدد ساين الانجل اوف انسيدنس اللي عندي اللي هي ال 30، واقدر اعمل كروس مالتيبليكيشن الان ب 1.5 واحسب فعلا الثيتا في الحاله بتاعتي دي اللي هي هتطلع 48.59. بس انا لاحظت هنا ان الانجل اوف انسيدنس بتاعتي هتبقى 45، و45 دي اكبر من الكريتيكال انجل اللي احنا حسبناها ب 41.8. يبقى هنا في الحاله دي تعمل توتال انترنال ريفليكشن واللايت تعمل ريفلكت ويرجع تاني. يبقى طالما الانجل اوف انسيدنس اقل من الكريتيكال انجل 30 اقل من 41.8 تعمل ريفراكت، واقدر احسبها عادي من القوانين بتاعه الريفراكشن بتاعتنا. لكن لو لقيت الانجل اوف انسيدنس زي ال 45 اكبر من الكريتيكال انجل اللي هي 41.8 فهنا في الحاله دي تعمل توتال انترنال ريفليكشن. المساله اللي بعدها كان بيقول لي at the bottom of tank full of liquid، التانك مليان ليكويد. There is a light source which emits a beam of light. The beam travels from أو all the way up the surface of liquid، طلع لغاية surface of liquid where it emerges into air taking the path shown in the following figure. فأنا واخد بالي إن الأنجل of refraction هنا 90 أو ماشي تانجنت مع السيرفيس زي ما هو راسم كده، يعني أكيد الأنجل of incidence دي هي بتساوي الكريتيكال أنجل بتاعتي، يبقى الكريتيكال أنجل فعلا طلعت ب 47. فبيقول لي عايز ريفراكتيف اندكس بتاع الليكويد بتاعي، خلاص يبقى الريفراكتيف اندكس زي ما خدنا 1 اوفر ساين الكريتيكال او ساين الكريتيكال 1 اوفر الريفراكتيف اندكس، يبقى الريفراكتيف اندكس في الحاله دي 1 اوفر ساين 47. فهيطلع الريفراكتيف اندكس بتاع الليكويد بتاعي 1.367، وطبعا ملهاش ميجرنج يونت. يبقى على طول طالما خدت بالي ان الانجل اوف انسيدنس هي كريتيكال انجل اقدر احسب الريفراكتيف اندكس، او لو معايا الريفراكتيف اندكس اقدر برضه احسب الكريتيكال انجل. وطالما من ليكويد لاير او من اي ميديوم لاير يبقى 1 اوفر ان او 1 اوفر ساين الكريتيكال على طول. السؤال نمبر 3 بيقول لي light ray falls from glass on the boundary surface with water wavelength changed from 5000 angstrom، ده الويف لينث الاولاني او وهو جوه الجلاس to 5625 angstrom، ده الويف لينث بتاعي في الووتر. calculate the critical angle from glass to water. المفروض ساين الكريتيكال انجل بتاعي من الجلاس للووتر، قلنا بنحط الريفراكتيف اندكس الصغير فوق الريفراكتيف اندكس الكبير تحت، الووتر ديفايدد الجلاس، والريفراكتيف اندكس كان انفرس مع الويف لينث، يبقى هرجع تاني احط الويف لينث بتاع الجلاس هو اللي فوق، الويف لينث بتاع الووتر هو اللي تحت. يعني اقدر اقول 5000 ويف لينث ان جلاس. طبعا هنا مش هحول الانجستروم لان كده كده ريشيو، فالتحويلات كانت هتروح مع بعض، يبقى 5625. وبعدين اعمل شيفت ساين للكلام ده كله عشان اقدر اطلع فعلا الكريتيكال انجل بتاعتي اللي هتطلع ب 62.7. يبقى الكريتيكال انجل
اقدر احسبها. قلنا لو في 2 ميديم الريفراكتيف اندكس بتاع الصغير فوق، الريفراكتيف اندكس بتاع الكبير تحت. كده كده الريفراكتيف اندكس كان انفرس مع الويف لينث، فارجع اشقلبها تاني واخد الريشيو بتاعتي واجيب كريتيكال انجل. السؤال نمبر 4 كان بيقول لي find the smallest angle of incidence for light traveling through an optical fiber. اقل angle of incidence عشان اللايت يدخل جوه optical fiber tube to experience a total reflection. The tube material has refractive index 1.44. طب ما اقل انجل تعمل لي total internal reflection اللي هي تعمل اكتر ريفراكشن لما تكون الانجل اوف ريفراكشن ب 90 اللي هي كريتيكال انجل، يبقى قصده احسب برضو كريتيكال انجل ومديني الريفراكتيف اندكس 1.44. احنا عارفين ان ساين كريتيكال انجل 1 اوفر ان، يعني 1 اوفر 1.44. شيفت ساين للكلام ده كله، اجيب الانجل اللي هي الكريتيكال انجل بتاعت الماتيريال بتاعتي اللي طلعت ب 43.89. فانا كده قدرت احسب اكتر انجل اوف ريفراكشن، او اللي بعد 43 اللي هي 44 على طول بتعمل لي على طول ايه توتال انترنال ريفليكشن زي ما انا عايز في الجلاس ماتيريال بتاعي. A light ray falls from glass on boundary surface with air at angle that equals the critical angle. نزل من الجلاس للاير بكريتيكال انجل، فعمل طبعا refract tangentially on the glass surface او اللي هي الانجل of refraction equals 90. If a layer of water is placed on the glass surface, calculate the angle of refraction in air في الحالة دي. ومديني الريفراكتيف اندكس بتاع الجلاس 1.5 بتاع الووتر 4/3. يعني هو الاول اللايت كان نازل من الجلاس رايح للاير فمشي تانجنت، معنى كده ان الانجل اوف ريفراكشن قلنا 90 في اول حاله لما كان الجلاس بس مشي تانجنت، معنى كده ان الانجل اوف انسيدنس اهي في حاله الجلاس كانت هي كريتيكال انجل، ومديني الريفراكتيف اندكس بتاع الجلاس 1.5. اقدر احسب الانجل اوف انسيدنس ولا لا؟ ساين الكريتيكال انجل ايكوالز 1.5، 1 اوفر ان او 1 اوفر 1.5، فاعمل شيفت ساين يبقى كده الكريتيكال انجل اللي هي الانجل اوف انسيدنس ب 41.8. حسبت الانجل اوف انسيدنس، هو ما قاليش ان الانجل اتغيرت بس هو حط شويه ميه على الجلاس، يعني كده ايه اللي حصل؟ بقى الجلاس اللي الريفراكتيف اندكس بتاعه 1.5 اللايت نازل فيه بانجل اوف انسيدنس اللي احنا لسه حاسبينها ب 41.81، بس بعد كده بقى فوقيه ووتر اللي هي الريفراكتيف اندكس بتاعتها 4/3. عايز بقى يعرف اللايت المره دي هيخرج ازاي للهواء. طب ما انا عشان اشوف الاول ما بين اللايت اللي خرج من الجلاس للووتر هل هو الانجل اوف انسيدنس دي اكتر من الكريتيكال انجل ولا اقل؟ طب ما هي كانت كريتيكال انجل مع الاير والريفراكتيف اندكس بتاع الاير 1، فاكيد هي اقل من الكريتيكال انجل، بس عايز تزود او تتاكد تحسب الكريتيكال انجل ما بين الاثنين وتشوف فعلا هل هي هتخرج ولا لا. هتلاقي ان لو حسبت الكريتيكال انجل بين الجلاس والووتر هتطلع ان الانجل اوف انسيدنس اقل منها، يعني هيعمل ريفراكت عادي. طب تعالى بقى نحسب الانجل اوف ريفراكشن جوه الووتر. احنا قلنا ممكن نستخدم سنيل لو، ان تايم الساين الانجل اللي عندي يساوي ان تايم الساين الانجل اللي عندي، يعني ان جلاس 1.5 تايم الساين الانجل اللي في الجلاس اللي هي 41.81 equals ان ووتر اللي هي 4/3 تايم الساين الانجل اللي في الووتر اللي هي الانجل اوف ريفراكشن اللي هي الثيتا. طبعا اودي ال 4/3 ديفايدد وبعدين اعمل شيفت ساين، فلقيت كده الثيتا اللي هي الانجل اوف انسيدنس او الانجل اوف ريفراكشن اللي موجوده جوه الووتر ب 48.59. يعني انا عندي الثيتا كده ب 48.59. يبقى حسبت الاول الكريتيكال انجل جوه الجلاس اللي هي الانجل اوف انسيدنس ما اتغيرتش، بس بعد كده حطيت شويه ميه فحسبت الانجل اوف ريفراكشن اللي جوه الميه من سنيل لو، وانا واخد بالي ان انا عندي alternative انجل او حرف الزد بتاعنا اهو، يبقى زي ما دي سيتا الانجل اوف انسيدنس اللي ما بين بقى الووتر والاير هي كمان سيتا. طيب تعال نشوف بقى هتعمل ريفراكت هتعمل ريفلكت. ما انا لازم الاول احسب الكريتيكال انجل اللي بين الووتر والاير عشان اشوف هل اللايت بالانجل اوف انسيدنس الجديده دي اللي هي 48.59 هيعدي ولا مش هيعدي اصلا. طب تعالى نحسب الكريتيكال انجل بقى بتاعت الووتر مع الاير. ساين الكريتيكال يساوي 1/n او 1/4/3.
3 واعمل شيفت ساين عشان اجيب الكريتيكال انجل. فلقيت الكريتيكال انجل في الحالة دي بيساوي 48.59. ايه ده؟ دي هي معنى كده ان الانجل اوف ريفراكشن ان اير هتساوي 90. طالما اللايت نزل المرة دي بالكريتيكال انجل بالظبط، فكده الانجل في الاير هتساوي ايه؟ 90، او هتعمل انجل اوف ريفراكشن بتساوي 90. يبقى برضو لما حطيت الووتر نفس الانجل اوف انسيدنس، حصل ان اللايت برضو نزل بكريتيكال انجل من الووتر للاير، فلقيت اللايت كده عمل انجل اوف ريفراكشن المره دي في الاير برضو بتساوي ايه؟ بتساوي 90. فضل برضو تانجنت مع السيرفيس بتاعي. تعال نشوف المسألة اللي بعدها. بيقول لي the opposite figure represents three glass prisms, the critical angle of each of them 42, in which prism total internal reflection occurs and dimension the face from which the light emerge. اللايت هيخرج منين؟ فلو خدت بالي هو نازل هنا perpendicular، يعني الانجل دي 90، دي 60 ودي 60، يبقى التالتة كمان 60، يبقى الانجل التالتة في المثلث ب 30. يبقى لو رسمت النورمال الانجل اللي جنبها 60، يعني كده الانجل اوف انسيدنس 60 اكتر من الانجل اوف انسيدنس اللي هي ال 42، صح كده؟ يعني هيعمل توتال انترنال ريفليكشن، يبقى هنا كمان 60، هنا هتبقى 30. طالما دي 30 ودي 60 يبقى الانجل التالتة 90، يعني هينزل بيربنديكولار هنا فيخرج من الفيس بي سي. يبقى اول واحد فعلا يحصل فيه توتال انترنال ريفليكشن واللايت هيخرج من الفيس بي سي. طب تعالى نشوف التاني. هو نزل نورمال من هنا، دي 60 ودي 90، يعني دي 30 ودي 90 يبقى دي 60. فلما ارسم النورمال يبقى الانجل اوف انسيدنس هنا 30 اقل من الكريتيكال انجل، يبقى اللايت هنا هيخرج للاير مش هيعمل توتال انترنال ريفليكشن. تعال نشوف التالتة، دي 60 ودي 90، يعني الانجل اللي هنا 30. فلما ينزل نورمال يبقى دي 90 30 و90 يعني دي 60، يبقى الانجل اوف انسيدنس الناحية دي 30 اقل من الكريتيكال انجل، يعني هيخرج للاير مش هيعمل توتال انترنال ريفليكشن. يبقى فعلا اول بريزم بس اللي حصل فيه توتال انترنال ريفليكشن وخرجت من الفيس بي سي. تعال نشوف البروبلم كده اللي بعدها. بيقول لي choose if the light ray travels distance x at time t seconds in air and then 2x in time 3t seconds in another medium. عايز يحسب الكريتيكال انجل بتاعت الميديم بتاعتي. احنا عارفين ان ساين الكريتيكال equals 1 over n، وعارفين ان ال n قبل كده بيساوي c over v اللي هي speed of light in air divided speed of light in medium، يعني 1 over n يساوي v over c، صح كده؟ طب انا معايا distance ومعايا time، يعني ممكن احسب السبيد في الحالتين. في الميديم 2x الديستانس والتايم 3t، يعني 2x divided 3t. في الاير الديستانس x والتايم t، يعني x divided t. x يروح مع الاكس والt يروح مع الt، يبقى كده ساين الكريتيكال equals 2 over 3. فاقدر بقى احسب الكريتيكال انجل، اقول شيفت ساين 2 over 3، فتلاقي لي كده فعلا ان الكريتيكال انجل بتاعت الميديم بتاعتي بيساوي 41.8 اللي هي نمبر سي. يبقى انا قلت ساين الكريتيكال 1 اوفر ان، وانا عارف ان الان بتاعت او الابسوليوت ريفراكتيف اندكس بتاع اي ميديم يساوي سي اوفر في. فطالما 1 اوفر ان فانا هعكس السي مع الفي، يعني في اوفر سي. طب السبيد اجيبها منين؟ اجيبها من الديستانس والتايم. 2x divided 3t distance over time x over t. الاكس والتي راحوا مع بعض، يبقى لي ان ساين الكريتيكال equals 2 over 3، يعني الكريتيكال شيفت ساين 2 over 3. choose number 2. بيقول لي the figure below shows a light ray transmitting from a source in transparent liquid. what is the refractive index of liquid؟ عايز يحسب الريفراكتيف اندكس بتاع الليكويد، وانا واخد بالي ان الانجل هنا هي كريتيكال عشان عامله انجل اوف ريفراكشن 90، الانجل هنا هي كريتيكال عشان عامله انجل اوف ريفراكشن بيساوي 90. يعني اقدر اطبق ان القانون بتاعي ال n equal 1 over ساين الكريتيكال. طب اجيب الكريتيكال دي ازاي او احسبها ازاي؟ انا واخد بالي برضو ان في alternating angle او حرف الزد، يعني هي الانجل اللي جوه هنا، صح كده؟ طب مش الانجل اللي جوه هنا انا معايا ليها opposite ب 0.75 hypotenuse ب 1.5
opposite over hypotenuse، ما هو الساين اللي انا عايزه، يعني اقدر اشيل الساين واحط مكانها 0.75 opposite over hypotenuse 1.5 واخد الريشيو دي كده كلها على الكالكوليتور اللي هي هتطلع معايا ب 2. يبقى انا نقلت الكريتيكال انجل الترناتيف او حرف الزد بتاعي هنا وانا معايا الاوبوزيت ومعايا الهايبوتنس اللي هو الساين بتاعي، فشلت الارقام وحطيتها زي ما هي، طلع ان الريفراكتيف اندكس بتاعي او ال n equal 2 اللي هي الاجابه نمبر دي. نمبر 3 بيقول لي if the critical angle from medium to medium اسمها medium A to medium B اسمها phi C, the speed of light in medium A is V. عايز speed of light in medium V. لما مشي من الميديم A للميديم B المفروض احنا عارفين ان هي NB divided NA، ده كده يساوي ساين الكريتيكال انجل بتاعتنا، صح كده؟ طيب وانا عارف برضو ان NB over NA اللي هي VA over VB، صح كده؟ الفيلوسيتي كانت بتمشي بنفس الترتيب، فعايز بقى اعرف speed of light in medium B يعني VB، فهعمل cross multiplication، فهجيب مكان ال VB ساين الكريتيكال يبقى VA over ساين الكريتيكال، وهو قال لي ان الفيلوسيتي في الميديم A اسمها V، يعني تطلع V over ساين الكريتيكال اللي هي الإجابة نمبر دي. تعال نشوف السؤال اللي بعده كده، بيقول لي a container of glass of refractive index 1.65 مديني refractive index بتاع الجلاس 1.65 contains liquid of refractive index 1.32، ادي الريفراكتيف اندكس بتاع الليكويد. so the critical angle between them. تعال نشوف، هو مديني انجلز ومديني هل هي inside the glass ولا inside the liquid. احنا اتفقنا critical angle لازم تبقى في الهاي اوبتيكال دينستي واللايت يكون رايح لللو اوبتيكال دينستي، او الهاي ريفراكتيف اندكس ورايح للو ريفراكتيف اندكس. مين الهاير؟ الجلاس، يعني اكيد الريفراكتيف او كريتيكال انجل بتاعتي لازم تبقى جوه الجلاس، لا اما A لا اما C. يبقى B ما تنفعش تبقى جوه الليكويد، D ما تنفعش جوه الليكويد. ليه؟ لان الكريتيكال انجل لازم تبقى موجوده انجل اوف انسيدنس ان ذا هاير اوبتيكال دينستي او ال N بتاعته كبيره. طب تعالى بقى نحسب الكريتيكال. قلنا ساين الكريتيكال بيساوي ال N الصغيره فوق اللي هي بتاعت الليكويد، ال N الكبيره تحت اللي هي بتاعت الجلاس، يعني 1.32 divided 1.56، وهعمل شيفت ساين للريشيو بتاعتي فهتديني فعلا الانجل اوف انسيدنس ب 53.13، طبعا inside the glass اللي هو الهاير اوبتيكال دينستي. عشان كده الاجابه بتاعتي طلعت نمبر سي. نمبر 5 بيقول لي at a point او a point light source is placed below the surface of lake at depth 5 متر. حطيت لايت سورس على عمق 5 متر. حلينا بقى كذا مساله زي دي في السيشن بتاعتنا. بيقول لي the refractive index of water in lake 1.33، refractive index بتاع الووتر 1.33. What is the minimum horizontal distance from the light source after which the light source is no longer seen from the surface. عايز أقل distance تكون horizontal فوق اللايت سورس، يعني من أول هنا كده، بحيث إن اللايت سورس بعدها ما أقدرش أشوفه. قلنا أقل distance اللي هي عندها الأنجل تكون critical angle. طب أنا أقدر أحسب الكريتيكال أنجل من الريفراكتيف إندكس، يعني ساين الكريتيكال أنجل equals 1 over n 1 over 1.33 shift sign، اقدر اجيب الكريتيكال انجل بتاعتي اللي هي هتطلع معايا ب 48.75. جبت الكريتيكال انجل 48.75. احنا اتفقنا اللايت يقدر يخرج على شكل هوريزونتال هورايزون او يطلع على شكل سيركولار هورايزون، شكل افق دائري. فانا بالنسبه لي الدائري دوت ايه؟ الراديوس بتاعه. انا عايز بقى المينيمم هوريزونتال ديستانس من فوق اللايت سورس، يعني من فوق اللايت سورس بالظبط عايز المسافه الافقيه. طب انا بالنسبه لي لو خدت برضو الانجل اللي هي كريتيكال لقيت حرف الزد او الترناتيف انجل، يعني دي كمان هتطلع فاي سي. وانا معايا كده بالنسبه لها الار اللي انا عايز احسبها هي الاوبوزيت، ال5 متر الدبس هو الادجيسنت، يعني اقدر اقول ان تاني الكريتيكال انجل هو اوبوزيت الار اوفر الادجيسنت اللي هو الدبث اللي هي 5 متر. فاقدر كده احسب الار ولا لا؟ هعمل كروس مالتيبليكيشن فهلاقي ان الار بتاعتي ايكوالز 5 تايمز 10 الانجل اللي انا لسه جايبها 48.75
75. فكده فعلا هتطلع المينيمم هوريزونتال ديستانس بتاعتنا ب 5.7 اللي هي الإجابة نمبر A. تعال نشوف البروبلم اللي كانت بعدها. بيقول لي the diagram shows a light ray أو ray of light on glass. اللايت موجود جوه الجلاس. The ray reaches the boundary with air. One weak ray of light is missing from the diagram. في light ray مش باين. فأنا واخد بالي إن الانجل of incidence هنا عاملة angle of refraction ب 90 يعني critical angle، بس مش دي الانجل of incidence. الانجل of incidence اللي هنا اللي هي كام؟ اللي هي 40 degree اللي هي critical angle. Which statement is correct? At the boundary the speed of light will become less. هل لما يطلع من الجلاس للاير السرعة تقل؟ لا، ده الاير ده أسرع حاجة. The critical angle of light in this boundary is 50. احنا اتفقنا الانجل من جوه، ما ينفعش من ناحية النورمال، ما ينفعش من ناحية السيرفيس، يبقى دي كمان wrong. The diagram shows an example of diffraction of light. لا ده مش diffraction، دي critical angle وبعد كده total internal reflection. ولا the missing ray اللي هو كان بيقول لي فيه ray ضعيف كده بس مش مرسوم على الرسمة is weak reflected ray. لأن بعد كده بعد الانجل 40 دي قلنا هنعمل total internal reflection، اللايت كان هيرجع تاني. يبقى فعلا اللايت راي اللي ما كانش مرسوم اللي هو الريفلكتد لايت راي. تعال نشوف المسألة اللي بعدها. بيقول لي when light ray أو light hits the interface between a certain type of glass and air الكريتيكال انجل ما بين الجلاس والاير كانت 42، يعني هو مديني الكريتيكال انجل بتاعتي. If the angle of incidence measured in the glass equal 45 أكتر من 42 يبقى أكيد هنا مش هيعمل ريفراكت، ده هيعمل فعلا total internal reflection. بس ساعتها هتكون الانجل of incidence equal angle of reflection. الانجل of incidence هنا أصبحت 45 يبقى يعمل total internal reflection بانجل 45. Number 8 كان بيقول لي if the refractive indices of water and particular glass مديني الريفراكتيف اندكس بتاع الووتر 1.33 بتاع الجلاس 1.56 respectively the total internal reflection at the interface between them. امتى يحصل التوتال internal reflection ولا مش هيحصل؟ طالما في ميديم اعلى في الاوبتيكال density او الريفراكتيف اندكس يبقى اكيد هيحصل. يبقى اول اجابه ما تنفعش عشان بيقول لي can never occur، مش هيحصل. طب يحصل امتى؟ لما اللايت يجي من الهاي اوبتيكال دينستي يروح لللو اوبتيكال دينستي، يعني لما يجي من الجلاس يروح للووتر. may occur only when light goes from glass to water. طبعا من الجلاس للووتر، لكن عمره ما يحصل من الووتر للجلاس. may occur في كلتا الحالتين؟ لا، ما يحصلش في كلتا الحالتين. لازم اللايت يجي من الهاي اوبتيكال دينستي او الهاي ريفراكتيف اندكس لللو ريفراكتيف اندكس، يعني لازم طبعا يجي من الجلاس يروح لايه؟ للووتر. المسألة نمبر 9 بيقول لي the critical angle of the material of optical fiber shown in the diagram أو in the figure 51.4. عايز يحسب الانجل اوف انسيدنس اللي هي phi 1. طب ما انا اقدر اقول من الكريتيكال انجل ان ال n equal 1 over sin الكريتيكال، يعني 1 over sin 51.4. خلاص اقدر اجيب الريفراكتيف اندكس بتاع الماتيريال بتاعتي اللي هي هتطلع 1.28. جبت الريفراكتيف اندكس، ما انا عارف من قوانين الريفراكشن الريفراكتيف اندكس ايكوال ساين فاي اوفر ساين ثيتا. خلاص جبت الريفراكتيف اندكس ب 1.28 فاقدر اجيب ساين فاي، وهو مديني على الرسمه الثيتا جوه الفايبر بتاعي 35.6، واقدر اعمل فعلا كروس مالتيبليكيشن ده تايمز ده عشان يديني الفاي، واعمل شيفت ساين هتطلع الفاي عندي او الانجل اوف انسيدنس عندي 48.1. يبقى انا جبت الريفراكتيف اندكس من الكريتيكال انجل 1 اوفر ساين الكريتيكال عادي، وبعدين استخدمتها في قوانين الريفراكشن لان لقيت ان هنا ريفراكشن من اللايت للميديم بتاعي ساين فاي اوفر ساين ثيتا عادي، فحسبت الفاي بتاعتي اللي انا عايز احسبها. هنا بيقول لي which one of the following has the greatest angle of refraction. اكبر angle of refraction. اكبر angle of refraction احنا اتفقنا اللي هي بتساوي 90 لما يكون اللايت incident by critical angle، صح كده؟ طالما انا واخد بالي ان اللايت فعلا نازل من الهاي اوبتيكال دينستي او الهاي ريفراكتيف اندكس رايح لللو ريفراكتيف اندكس، يبقى اكيد في critical angle. تعال نحسبها. sin critical angle equals 1 over n، او في حالة لما يكون 2 medium
قلنا N2 over N1، ال N الصغيرة اللي هي 1.3 ديفايد ال N الكبيرة اللي هي 2.4، وأعمل شيفت ساين. فلقيت كده إن في الحالة دي الكريتيكال أنجل بتاعتي طلعت ب 32.79 اللي هي approximate 32.8 اللي هي أصلا أول أنجل عندي. يبقى أكيد الأنجل دي critical أنجل، فهتعمل أكبر أنجل أوف ريفراكشن اللي هي 32.8. طبعا بقى بعد كده دول هيعملوا ريفراكت عادي، بس عمري ما هجيب أكبر من الأنجل أوف ريفراكشن في حالة الكريتيكال اللي هي هتكون ب 90. وده كده كان حل الهوم ورك بتاعنا بتاع النهارده. استنونا بقى في الحصص الجايه عشان نحل الهوم ورك بتاع البريزم. كان معاكم مستر محمد كمال، دكتور ساينس.